السلام عليكم جماعة الخير، عاملين ايه؟ وان شاء الله تكونوا بخير. الفيديو اللي فات ودعنا تاون هول 10، والنهارده الحلقة الأولى من الطريق لتاون 11 ماكس، اللي فيها نحصل على بطلنا الجديد واللي هو الآمر، والدفاع الجديد واللي هو مدفعية النسر، بالإضافة طبعا لكام دفاع جديد كمان. في البداية طبعا لازم تصلوا على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وتذكروا الله يا جماعة الخير، لا إله إلا الله. وطبعا مش هوصيك تدوس لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتكتب لنا تعليق تحت تقول لي ايه هيكون شعورك لما تخلص تاون هول 10 وتحصل على الامر الكبير او تخش على تاون هول 11. ولو انت مريت قبل كده طبعا انك حصلت على الامر الكبير او البطله حتى الملكيه، قول لي ايه شعورك تحت في الكومنتات. ويلا بينا على الفيديو. واخيرا انا مش مصدق نفسي، هنزل عمي الحاج، هنحصل على الامر الكبير ومدفعيه النسر. بس تعالوا في الاول ننضف القريه دي بسرعه، انضفها وارجع لكم تاني. ورجعت لكم تاني يا شباب بعد ما نضفنا قريتنا. وبعدين تعالوا نلم الموارد دي بسرعة. لما الدهب زي ما انتم شايفين معانا موارد كويسة. ومعانا برضو في الخزينة كمية موارد حلوة برضو ما فيهاش مشكلة. يبقى تعالوا أول حاجة ننزل طيب كده نشوف. وادي اللحظة المنتظرة، الآمر الكبير مبروك علينا يا جدعان. الآمر طبعا وهنزل 6 مستويات، ويعني عشان يدعم كده عشان احنا لسه مرقيين تاون هول 11. طيب دي اول حاجه عملناها ان احنا نزلنا الامر. طب تعالوا طيب ننزل بقى الدفاعات. هنخش هنا، يا راحت فين؟ طيب الدفاعات هننزل اول حاجه المدفع، ونخش تاني دفاعات نجيب برج رميات السهام هياخد 20 دقيقه. ده هياخد دقيقه واحده. هنجيب ايه تاني؟ الجدران. طيب هنجيبه هنا كده ونمشي كده، خلينا الناحيه التانيه. ماشي 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 ماشي. ناخد وقت طبعا في ترقيته من المستوى يا جدعان. يعني ادي كده برج، وادي مدفع، وادي الامر. وبعد كده طبعا هننزل، تعالوا ننزل برج الساحر دفاعات. تمام، وادي برج الساحر هياخد 3 ساعات. طيب هنيجي هنا تاني برضه هننزل القوس. تمام، القوس هياخد حوالي قول يومين. طيب واخيرا وليس اخيرا، تاني دفاع كنت منتظره بفارغ الصبر. تاني دفاع اللي هيساهم في رفع الكؤوس لو اتحط في مكان كويس مدفعية النسر. طيب نعمل لها، طبعا لسه بدري قوي عقبال ما تنزل، 5 يوم كاملين عقبال ما هتنزل مدفعية النسر. بعد كده فاضل لنا آخر حاجة هتنزل معانا وهي الفخاخ. هننزل الإعصار بس مش معانا فلوس، يا ترى هننزلها ازاي؟ طبعا الخزينة يا باشا فيها كمية، فيها حوالي 2 مليون ونص هنحصل عليهم. بعد كده هنخش هنا الفخاخ، حصلنا على فخ الإعصار محطوط في النص، هنسيبه دلوقتي. طيب زي ما انتم شايفين معانا لسه موارد، ممكن نعمل كده ونرقي الكام حبة سور دول. 25,000، 125. طيب ترقية نص مليون عشان نخلص بس من الذهب اللي معانا. طيب وبكده نبقى رقينا الجدران بتاعتنا للمستوى السادس قبل ما نوصل بقى للمستوى ال11. طيب بعد كده بعد ما نزلنا الاعصار ونزلنا الحاجات الجديده كلها، تعالوا معانا زي ما انتم شايفين دارك. ممكن نستغله في ايه بقى؟ ممكن عشان نحصل على الالكترو دراجون نرقي سكنات البناء للمستوى الجديد. هتاخد معانا 7 ايام ونص او 7 ايام و12 ساعه، فتره كبيره قوي. بس هنستنى طبعا لان مش معانا اي حاجه ممكن مثلا تنهي التسريع بسرعه دلوقتي. طيب بعد كده بما ان مش الامر هيترقب 1,100,000، ممكن نرقيه المستوى الثاني، هياخد ساعتين بس يا جدعان. طيب نرقيه للمستوى الثاني، نشوف الاول معانا كام عامل. هو عامل 1. طيب ماشي، ممكن نستغل العامل ده. وادي الامر اهو نرقيه للمستوى الثاني عشان عايزين نوصل بيه للمستوى الخامس، عشان قدرته طبعا قبل مثلا ما اللي هي التعزيزات دي تنتهي يعني. لان متوقع عليها 4 ايام. طيب تعالوا هنا طيب نجمع دول مرة. ماشي، بعد كده هنخش
معانا طبعا جيش مجهزينه عشان حدث عاصفة التنين. طيب متوقع عليه 18 ساعة وانا ما هاجمتش غير 3 هجمات بس، فتعالوا نهجم هجمتين كده بسرعة. البحث ماشي، احنا هنهجم على الخصم ده عشان الموارد اللي فيه يعني شبه حلوة. بس احنا استغبينا، كنا المفروض نسيب الآمر لحد ما نهجم الهجمتين، بس اللي حصل يعني عادي. طيب احنا هننزل هنا 1 2 3 4، بعد كده هنرمي واحدة من الزلزال. اوبا، أكبر غلطة، ما طلبناش دعم. طيب طبعا استنى دقيقة بقى عشان ايه نخلص من الملكة. يلا اتحركي. كمان 1 2 3 4، راحت الملكة بتاع الخصم. بعد كده هننزل الملك والملكة، وهننزل التانيين هنا على شكل خط كده، وننزل واحد هنا وواحد هنا عشان ما يروحوش لبره. تمام، استنى أول ما التانيين تركز عليهم الصواريخ وبعد كده نهجم. حاجة محدش عمل حسابها أو أنا معملتش حسابها. ماشي ماشي ماشي، بس خير 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 خير. الإلكترو دراجون هيوقع لي دول، بس خدولي الصاروخ بس متشكر أوي. شغل طاقة الملكة، هي طبعا مش هتبقى مسح. حصل خير، ممكن ينهي دلوقتي، يلا هي مش هتخلص مسح. طيب تعالوا بقى ايه نهجم تاني هجمة صحيحة. طبعا هنطلب الدعم لأن الدنيا كده خربت مننا. تعزيز الجيش جاهز، ندوس بأحسن مطابقة. طيب بص يا شباب، ده الخصم التعويضات بتاعتنا مش كاملة، انهاء المعركة. كنت عايز اهجم، ايه النحس ده اصلا. طيب يا شباب، لان الجيش لسه مش كامل، فده كان نهايه الفيديو معانا النهارده. اتمنى يكون عجبكم، ما تنسوش اللايك، تشتركوا في القناه، تفعلوا زر الجرس، وتنتظروا الحلقات الجايه بتاعت الطريق الى طبعا 11 ماكس، هتبقى احسن من دي مليون مره. واشوفكم الفيديو الجاي، سلام.